جميلة جدًا، جدًا، جدًا. الحار في الشطة وكمان التطحينة البسيطة من البابريكا والملح والسكر مع الليمون مدّيها mix جميل جدًا. قبل ما نخش على الطريقة شوفوا الفيديو ده معايا. انا دخلت في مرحله الادمان ومحتاجه اتعالج. ما هو انا لما اكون مش عارفه اكل فاكهه من غير ما احط لها ده يبقى لازم اتعالج. تفاح، اناناس، مانجا، عنب، بقالي اسبوعين كل يوم ما باكلش فاكهه الا لما بحط عليها ده. طبعًا هي بتحب الحاجات والميكسات دي زيي، أنا باحب الميكسات دي جدًا. بهارات الطاجين أنا بحثت عنها وعرفت مكوناتها إزاي نعملها. طبعًا بعد ما شُفنا الفيديو بتاع بهارات الطاجين تعالوا بقى نعملها مع بعض. يالّا بينا نشوف الطريقة، يالّا معايا. اول مكون من بهارات النهارده الليمون المجفف. بتجففيه في البيت او في الاير فراير او في الميكرويف على حسب اللي موجود عندك. انا هنا مجففاه بشكل طبيعي، وطبعا بطحنه. كل المكونات حطها لكم على الشاشه، ممكن توقفوها وتاخدوها سكرين شوت. هنا انا طحنته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بيبقى مطحون شبه الكزبره كده، وطبعا بيبقى ريحته قوية كده ومدخنة شوية. بحطه في بولة. طبعا هنا حوالي معلقتين كبار ومعلقتين شطة ممكن الشطة اللي بتستخدميها الناعمة، بس هو في الأصل بيتعمل بشطة معينة اسمها شبوتلي دي شطة بتبقى عبارة عن فلفل هالبينو، بيكون أحمر ومدخن ومطحون. مفيش ممكن تستخدمي شطة ناعمة. بحط المكونات كلها اللي كتبتها لكم قبل كده كلها مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، واخلط اخلط اخلط. لازم اخلطها كويس جدا زي ما انتوا شايفين، وممكن تاخديها تطحنيهم تاني في الكبة عشان يختلطوا معاكي كويس جدا. زي ما انتوا شايفين طبعا كده. حاطه فيها سكر وكمان ملح، ولو عايزه المزازه قويه شويه بتحطي رشه ملح ليمون. طبعا هنا خلاص البهارات كده جهزت. ببدأ بقى احطها في برطمان طبعا ممسوح كويس ومتعقم، وببدأ بقى احطها زي ما انتوا شايفين كده في البرطمان. واحفظها في التلاجة، او ممكن تحفظيها في مكان ما فيهوش رطوبة فهتقعد معاكي مدة طويلة. بتكون جميلة جدا مع الفواكه مع الخضار. دي اسمها بهارات الطاجين المكسيكية. بتكون غالية جدا. أنا لما سألت عليها لقيتها ب565 جنيه العلبة 100 جرام. هنا بياخدوها بيحبوها جدا مع الفاكهة وخصوصا البطيخ. في ترند كان طالع من فترة بهارات كده بيرشوها على البطيخ وياكلوها. فضلت أبحث وأدور وأتطقص لغاية ما عرفتها ونزلتها لكم. طبعًا دي بهارات طاجين اللي عملناها مع بعض. أنا باحبها جدًا مع الفواكه. مع نوعين فواكه أو 3. التفاح وخصوصًا التفاح البلدي المصري كمان الموز والبطيخ. فباعملها مع الموز. قطّعت الموز بالشكل ده كده وأبدأ أحطها عليها بالشكل ده كده وترش عليها كده. طبعًا لو نسبة الليمون قليلة فيها ممكن تحطي ربع معلقة صغيرة ملح ليمون لو بتحبي الليمون فيها قوي. نجربها بقى مع بعض. خطيرة. طبعًا لو بتحبيها تكون قوية في طعمها ممكن تحطي أكتر كمان، بس أنا باحط رشة بسيطة يعني. كمان البطيخ باحط رشة برضه بسيطة بتبقى بتدّي طعم البطيخ طعمه بيبقى في منتهى الروعة. أنا من الناس اللي باحب الميكسات دي، وفي ناس قولوا لي في التعليقات بتحبوا الميكسات دي والّا لأ. طبعًا الناس أذواق. جميلة جدًا، جدًا، جدًا. ال الحار في الشطة وكمان التطحينة البسيطة من البابريكا والملح والسكر مع الليمون مدّيها mix جميل جدًا. ممكن تزوّدي لو زي ما قُلت لكم وتخلّيها أقوى شوية مع ملح الليمون. ربع معلقة صغيرة ملح ليمون هيدّيها mix أفضل وأقوى لو بتحبي المزازة زيي. طبعًا في ناس كتيرة أوي بتحبها مع الفواكه أو الخضروات على حسب أذواقكم. وطبعًا الأكل أذواق. فما حدش اللي بيتضايق من الحاجات دي ما يتفرجش على الفيديو. أنا باحب الميكس ده وفي ناس كتيرة زيي. ممكن تحطيه على الموز، ممكن تحطيه على التفاح، ممكن تحطيه كمان على البطيخ. طبعًا هو أصلًا بيتحط على البطيخ وفي ناس كتيرة أوي ترند كمان كان طالع بيتحط على البطيخ وبياكلوه بيه. جميل جدًا.
جربوها وقولوا لي في التعليقات رايكم لو بتحبوا الميكسات دي ولا لا. كمان يا ريت لو عجبكم الفيديو لايك ومشاركه مع اصحابكم عشان يستفيدوا. كانت معاكم مها القناوي، مع السلامه.